مفاجأة مدوية لكل محبي ليفربول اليوم في الدوري الأوروبي. هزيمة ساحقة 3 أهداف للا شيء من أتلانتا في الأنفيلد في ملعب ليفربول أمام جماهيره. أتلانتا الإيطالي هو الفريق الوحيد الذي فاز على ليفربول في عقر داره مرتين، مرة 2-0 واليوم 3-0. لابد من العودة وبسرعة يوم الخميس القادم لليفربول والفوز ب3-0 أقل فوز لتعويض هزيمة اليوم ب3 أهداف نظيفة لاستكمال مشواره في الدور الأوروبي. محمد صلاح أحرز هدف ولكن لغي بسبب التسلل. اليوم أتلانتا أرهق جدا ليفربول ورفاقه، كل اللاعبين ماشي لويس دياس ومحمد صلاح وكل لاعبي ليفربول لم يفلحوا في إحراز هدف على عقر دارهم في إنجلترا، والعودة ستكون رائعة يوم الخميس القادم. فتابعوا المباريات والدوري الأوروبي لنرى ما سيحدث في المباراة القادمة بعد أسبوع، وكل سنة وأنتم طيبين.